السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. انا معايا 3 فراخ كده، قلت اما احشيهم النهارده، ومقطعه الكبد بتاعتهم، ومعايا قرن فلفل ملون، وقرن حامي. ده اختياري، اللي انتوا عايزينه، اللي بيحبوا يحط شطه حاميه، ما بيحبوش خلاص. ومعايا بصلايه، هنزل بقى بمعلقه سمنه بلدي. كنت حاطه نقطه زيت في الحله وكنت معلقه عليها اصلا. قلت اعمل ايه، اغير النهارده، اعمل لهم ايه؟ كان نفسهم ياكلوا فراخ مشويه. قلت لهم لا، انا هعمل النهارده، احشيها النهارده. انا زهقت من الفراخ المشويه، احشيها النهارده بقى. اختي بقى ادتني فرخه كمان، قالت لي اعملها لي معاكي. ايه، عملتها لها صراحه. قلنا احنا بنحب نعمل كل حاجه مع بعض، لا اللي انا بطبخ لا اللي هي بتطبخ. بس لما جيت غسلت لي الفراخ دي بوظتها لي، كانت بتتقم من الفرخه. حطيت بقى ملح وتوابل الفراخ، وحطيت شويه فلفل وشويه ملح، وشوحت البصل بقى بمعلقه السمنه البلدي اللي انا بعملها معاكم، وحطيت مرقه خضار، وقلبت كله مع البصل مع التوابل مع كله. بس بقى، ونزلت بالكبد والقوانص اللي انا مقطعاها حتت صغيره، واشوح برضو. انا ما بسلوش القوانص، انا بحطها وهي بتشوح معاها. انا بحب فيها تك بسيطه كده. الفراخ اللي اتقطعت صدرها دي، انا بقفلها كده بالسلاكه، كده كده، ان انا ما بحشش تحت الجلد كويس. انا ما بحشي حاجات بسيطه بس خالص، ما بكترش. بس انا قلت اقفلها، حتى المنظر العام كده منظره مش عاطفي، قلت اقفلها لك كده كويس. بص ما شاء الله، بس ما شاء الله وزنهم كويس، 2 كيلو 200، وفي 2 كيلو 100، وفي واحدة 2 كيلو الا ربع. يعني منوعين، مش كلهم مقاس واحد. والكبد والقوانص بتتشوح بقى مع البصل والفلفل وتوابل الفراخ والملح والمرقة. وحطيت شوية كمان توابل الفراخ، وحطيت شعر كزبرة بسيطة، واشوحهم خالص. انا بشوحهم لغاية ما ياخدوا صدمة كده، مبقاش فيهم مية نهائي. وهنزل عليهم بالفلفل الالوان والقرن الشطة الحامي، ويتشوحوا برضو، ياخدوا تشويحة حلوة كده. انا غسل الفراخ دي مغسولة، بعصر عليها ليمونة كده عشان يبقى فيها مزازة حلوة. كل واحدة بعصر عليها ليمونة، نص ليمونة بس. يعني التلات فرخات بياخدوا ليمونة ونص. هي الفراخ زي القشطة صراحة، مغسولة غسلة كويسة، وانتوا شايفينها متدمرة ازاي من الغسيل. بشوح بقى الحاجة اللي انا حطاها، الكبد والفلفل، وهنزل عليهم بالرز ده انا غسلاه ومنقياه ومصفياه كمان. بشوحه كمان تشويحتين حلوين كده، وهنزل عليه بقى بالمية لغاية بس لونه يتغير شوية، وهنزل عليه بالمية. بص التقليب انا بقلب باستمرار. نزلت بالمية، انا مش عايزه اكتر ميه، لغايه ما انا عايزاه نص سوا كده، وبعدين اخد شويه كويسين، وبعدين الباقي يستوى. انا كده علقت على الميه بتاعه الفراخ اللي انا هسلقها فيها. تعتبر هحط فيهم برضو توابل اللحمه، توابل الفراخ قصدي، اسفه. وهحط الملح والفلفل، لو في مرقه كمان حطيها، دي اختياري برضو. واسيبها تغلي الميه. انا هاخد بقى كده سويته ايه في تكه الرز اهو، عشان يطلع مفرفر معايا. انا خدت الطبق، مليت الطبق ده، والباقي اغطيه ووطي عليه يستوى يكمل سواه. بس الفراخ اهي معايا اهي، هحشيها. انا سبت الرز برد معايا عشان اعرف احشيها كويس. انا مكترش رز في الفراخ من جوه، حتى بسيط يعني، مش مكتره، واقفلها على طول. يعني ما تقولوش ان الفرخه كبيره مش هتستوي، لا هتستوي والرز هيستوى. حتى لو فوق الجلد ده اتفتح او اتقطع او كده، الرز برضو مش هيقع منه، عشان احنا مش مكترين من تحت الجلد خالص، والرز اللي جوه بيفضل زي ما هو. هحشي بقى اللي بعديها كله بنفس الطريقة دي، بقفلها كويس. يعني بأي سلكة عندك بعملي بيها. يعني دي اسهل من تجيبي ابرة وخيط وكده، دي لا، دي اسهل، ودي طريقة بسيطة يعني ما بتاخدش وقت.
واحط معلقة الرز وافردها كده من عند الصدر كويس، واقفل برضو لو حاجة مفتوحة مقطوعة كويس مقطوعة بقفلها. وهنا اقفل برضو. بص الفرخة اصلا حاجة ما تتفتحش كده، بس هي بهدلتها لي، بس مش مهم عادي، انا قفلتها كويس. ما شاء الله الفرخة بص عاملة زي البطة ازاي. الطريقة دي جميلة، والرز اللي انت بتحطيه ده بياخد من طعم الفراخ. صراحة كان طعمها جميل وتحفة. انا كده قفلت الفراخ وكانت المية غليت معايا. هنزل بالفراخ اللي انا سويتها، اللي انا حشيتها، نزلت بيها. المية كانت غلت ونزلت بيهم التلاتة جنب بعض، واسيبهم يستووا بقى براحتهم. والشوربة دي لو انت عايزة تاخدي منها كمان وتعملي لسان عصفور عادي برضو، لو تصفيها وتعملي منها شوية لسان عصفور جنب الرز والفراخ تبقى طعمها حلو. الحلة دي ملقتش لها غطا، قلت هغطيها بالصينية عادي. انا كده خلصت الفراخ اهي. الحشوة ما طلعتش من جوه، الحشوة من جوه زي ما هي. الرز بس اللي من بره عشان سويتها قوي، عشان الفرخة دي وزنها زي ما انا قايلكوا وزنها كبير. ما شاء الله اللهم صل على النبي. انا ده كان عندي شوية تعتبر صلصة، اخدت معلقتين صلصة عليهم معلقة سمنة بلدي، عليهم برضو توابل، عشان دي المعجون اللي انا بدهن بيها الفراخ. بشربها عشان تشرب من تحت ومن فوق الفرخة، واشبعها خالص من المعجون ده. انا كله يعني كل الكمية هنزلها فيهم عشان تتحمر كويس. وهنزل بشوية شوربة برضو عليهم، اسقي برضو الفراخ كده عشان ما تتحروش من تحت، عشان برضو لسه بحب تتحمر او من فوق ومن تحت تبقى كويسة. انا كده فضيت كل الخليط اللي معايا على الفراخ. بص السمنة بص بقى ما تعرفوش ريحتها عاملة ايه، ما شاء الله عليها، الف هنا وشفا. انا كده بحط الشوربة كام معلقة بس كده، وكل ما تعوزي عادي زودي وخدي بالكبشة وزودي، وهي في الفرن عادي. انا كده دول هدخلهم الفرن، بس كده هدخلهم الفرن. كنت مشغله الفرن من قبليها عشان يسخن قوي ما ياخدش وقت. انا دخلتها الفرن اهي. يلا اللي ما عملش لايك واشتراك على قناه يوميات بيت العيله يعمل لايك واشتراك عشان يوصلك كل جديد. يا رب يعجبكم فيديو النهارده، ولو عجبكم اعملوا لايك واشتراك. بص الرز ده بقى مش هقول لكم على طعمه ولا ريحته وهو خارج، كأنه رز بسمتي صراحة، ريحته رهيبة. انا فضيت كل الرز اللي معايا، فضيته على الصينية. انا كده هفضيه كله. ما تعرفش والله ريحته عاملة ازاي، لو جربتوا الطريقة دي هتعجبكم قوي. نفس الطريقة بتاعة الحمام الرز ده، ما شاء الله عليه. وهنزل بالفراخ اللي انا حمرتها في الفرن. انا كنت بدوق الرز عجبني قوي، وريحته صراحة ما كنتش قادرة استحمل، قلت لا ادوقه الاول. طلعت الفراخ خلاص كده اتحمرت من فوق ومن تحت. بص الصوص بتاعها اللي فيها ممكن ما ترموش، ممكن تحطيه في طبق تاكلي منه. هي اتحمرت من فوق ومن تحت. بص الرز زي ما هو في الفرخة، ومتعرفش مفرفر ازاي. ما شاء الله عليها، الف هنا وشفا. يا رب يعجبكم فيديو النهاردة، كان بسيط وجميل واكلة جميلة. بص الصوص ده ما ترموهوش، انت ممكن تحطيه جنب اي اكلة، يعني جنب الاكل ممكن تحطيه وتحطيه على الرز وتاكلي بيه، يعني هيعجبك قوي. يعني اي حاجه صراحه الفراخ اول ما طلعتها عيال عجبوها قوي، وقالوا لي دي احسن من الفراخ المشويه، وقلت تعملها لنا على طول. اشوفكم على خير يا جماعه.